بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الساعات الأخيرة والدقايق الأخيرة والأيام الأخيرة والشهور الأخيرة كلام كتير عن دفع غرامة كهرباء من عدمها، وايه اللي هيحصل وايه اللي هيكون، ووقف وإيقاف ولعب وعدم لعب. كلام كتير جدا سمعناه في أزمة كهرباء. في الساعات الأخيرة ترددت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى أن غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق الأحمر خلال مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر، حيث أوضحت التقارير الصحفية أن اللاعب لم يدفع الغرامة حتى الآن، وستنتهي فترة السماح يوم 9 إبريل. ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي إلى تجهيز شادي حسين بعد غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر عن لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر بسبب عدم دفعه للغرامة، على ما ذكرته بعض التقارير الصحفية صباح يوم السبت. وكشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة بشأن عدم خوض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر عن مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر بسبب عدم دفعه للغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح الزمالك بسبب هروبه من النادي قبل انتهاء تعاقده. أكدت المصادر المسؤولة داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لا حصة لا صحة لما تم نشره خلال الساعات الماضية بشأن غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر عن مواجهة بيراميدز، واللاعب ستنتهي فترة السماح له يوم 11 إبريل وليس يوم 9، والجميع يعلم سبب نشر تلك الأخبار خلال تلك التوقيت. وتابع مارسيل كولر سيدفع بمحمود كهربا من البداية، وسيكون أهم أوراق المدير الفني من النواحي الهجومية، واللاعب في حالة تركيز عالية. والخطيب عقد معه جلسة خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على كل شيء، وكهربا لن يوقف مرة أخرى بمشيئة الله. طبعا ده عشان كل الناس والتقارير الصحفية اللي بتقول لك كهربا مش هيلعب عشان خاطر الميعاد يوم 9 ومش يوم 9 وكلام مغلوط. لسه الميعاد لغاية يوم 11، يعني يوم 10 كهربا هيكون مسوي كل حاجة إن شاء الله، ويوم 11 إن شاء الله هيكون كل حاجة تمام، وإن شاء الله مش هيكون في إيقاف تاني لمحمود كهربا. نروح بقى للصدمة الكبيرة لمرتضى منصور، أو بمعنى أصح الضربة القاضية من محمود كهربا لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. كلنا عارفين الظروف المالية والمادية والانهيار الكبير في نادي الزمالك على مستوى كل الفرق الرياضية، والانهيار التام بسبب الأزمات المالية التي يمر بها نادي الزمالك، واللي كان مستني يعني محمود كهربا يدفع الغرامة عشان يفك شوية من الأزمات دي. كهربا حب يرد الصاع صاعين لمرتضى منصور، ومش هيديله أي جنيه في إيده، ولا هتخش جنيه من غرامة كهربا لنادي الزمالك. ده عن طريق إيه؟ عن طريق إن كهربا هياخد الفلوس هو ومحاميه ويروحوا للبنوك او الاماكن اللي مخصص لهم دفع الفلوس فيها، الاماكن اللي هي مسجلة عند الفيفا، الحسابات التي مسجلة عند الفيفا ان هم يحطوا الفلوس فيها. فكهربا هينقي طبعا البنك اللي حاجز عليه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق ورجل الاعمال، ويحط الفلوس في البنك ده
عشان خاطر الفلوس تروح مع الفلوس الموجودة يتحجز عليها لصالح ممدوح عباس أو أي جهة أخرى. وبكده يبقى مرتضى منصور رئيس الزمالك ونادي الزمالك لن يحصلوا على مليم من موضوع فلوس غرامة كهرباء. ما هي الموضوع خد وهات. الموضوع ايه؟ خد وهات، مش خد من غير هات. ما انت لو كنت وافقت على هات كنت انا اديتك، ما انا جيت لك واتحايلت عليك عشان خاطر نمشي الموضوع ودي وانت تعنت ورفضت واصريت انك تاخد فلوسك كاش وكلها. فزي ما انت اصريت ان انت تاخد فلوسك كاش وكلها، انا هديلك فلوسك كاش وكلها، لكن في الحساب اللي محجوز عليه عشان ادفع لك الفلوس وما تطولش منها ولا مليم، واسيبك في الزنقة المالية اللي انت موضوع فيها. وطبعا احنا عارفين ان الغرامة بتاعت كهرباء كانت غرامة عليه وعلى النادي البرتغالي، لكن كهرباء متضامن مع النادي البرتغالي ولازم يدفع الغرامة كلها، وبعد كده نص الغرامة يبقى ياخدها بعد كده لما النادي البرتغالي يجي يعني يجدد قيد لاعيبته، او ما يبقاش قادر ان هو يخلص الثلاث فقرات قيد بتاعته، ويا اما النادي يتباع يا اما النادي يجي يشتري لعيبه. فلازم ان هو يرجع الفلوس اللي كهربا دفعها له نادي الزمالك. ما هو كهربا عليه النص والنادي عليه النص، لكن كهربا يضطر يدفع الغرامه كامله لصالح النادي الزمالك متضامن مع النادي البرتغالي. وطبعا كده يكون كهربا والنادي الاهلي عملوا يعني خلوا مرتضى منصور في حسرة كبيرة جدا جدا جدا، وخطة النادي الاهلي وكهربا استمرت للنهاية. ازاي ان انا اتن معاك لاخر لحظة ويتن النفس طويل لاخر لحظة واصبر لغاية كهربا ما يعني يتفك عنه الايقاف ويلعب ويكسر الدنيا وادفع لك الغرامة في اخر ثانية واخر دقيقة واخر ثانية، وكمان مش ما خليكش طول منها ولا مليم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الامنيات الطيبة للنادي الاهلي بفوزه بالكاس على بيراميدز، وان شاء الله مباراة قوية قادمة في افريقيا، والنادي الاهلي قادر ان هو يرجع كل المفقودات اللي اتفقدت منه السنة الماضية. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.